بطلت حكاية الموسيقى دي بأمر الطبيب. عايزين نعرف بقى كده حضرتك النقلة ما بين الفن بتاع الموسيقى والتمثيل حصل ازاي؟ هو أنا طبعا أنا أساسا مؤلف موسيقي طبعا من زمان جدا وكده، طبعا بس غني عن التعريف. بس هي الموسيقى متعبة جدا، مرهقة، يعني شغلها كتير جدا بقى، نقعد نشتغل 18 ساعة في اليوم، ولأنه في ميعاد تسليم فبنبقى متوترين جدا، أو أنا بالذات يعني باخد المسألة على أعصابي جدا، ببقى متوتر جدا وضغطي بيعلى وبتاع. فأنا بطلت حكاية الموسيقى دي بأمر الطبيب. بأمر طبيعي. اه والله، قال لي لا كده انت هتموت هو نفسك. حضرتك بدأت موسيقى وعمرك كام؟ انا ابتديت العب مزيكا من قبل ما اتكلم، انا اتاخرت شويه في الكلام، مثلا اتكلمت عندي سنتين ونص 3، انا بلعب مزيكا من قبل كده. من قبل ما اه طب انا ازاي؟ بلعب وبغني من غير كلام، بام 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 كده، حاجات كده. ده انت عاشق للموسيقى. من وانا بيبي، يعني ما وعاش على نفسي غير وانا بلعب مزيكا.